السلام عليكم أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير حلوة الهلال بالكاوكاو. هاد الحلوة من أسهل الحلويات اللي ممكن تحضروها للعيد إن شاء الله. بالنسبة للمكونات ديالها فهي مكونات اقتصادية في متناول الجميع، وطريقة التحضير ديالها سهلة وبسيطة، ما تحتاجوش فيها للطابع أصلا، كتجي هشيشة بزاف وبنينة. فخليكم معايا باش غادي ندوزو مباشرة باش نحضروها. غادي ناخدو اناء، اولا اذا كنتو غادي تخدمو بيديكم من الاحسن تستعملوا القصعه. نديرو فيها 250 غرام من الزبده، ضروري ما تكون رطيبه في حراره المطبخ باش تسهل لينا في الخدمه. ضفت ليها قبصه ملح وكيس من سكر الفانيلا، وكاس مع مرش ديال السكر كلاصي ما يعادل تقريبا 80 غرام. خلطهم مزيان حتى رجعوا لي على شكل بوماد. دابا غادي نضيف ليها 250 غرام من الكاوكاو اللي محمر ومطحون، ضروري ما يتطحن مزيان. دابا غادي نضيفوه مع الزبده، نخلطوه بالخلاط اليدوي اولا بيدينا. بعدها غادي نضيفو 2 بيضات وكيس ديال فلان كراميل تقريبا فيه 50 غرام، كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد الحلوه هذه. واذا ما كانش متوفر عندكم فممكن تستغنوا عليه. غادي نخلطوا المكونات مزيان. دابا غيتبقى لينا نضيفو النواشف. عندي هنايا كاس مع مرش ديال النشا اولا مايزينا ما يعادل تقريبا 80 غرام. نخلطوه حتى هو مزيان حتى ما كيبقاش دوك الحبيبات ما كيبقاوش باينين في الخليط. ونضيفو ملعقه كبيره من خميره ديال الحلوى، اولا اذا كان عندكم الكيس ديال 8 غرام غادي تضيفوه كله. صافي غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالدقيق. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، غادي نبقى نضيفها شويه بشويه وانا كنجمع. هنايا من الاحسن نستعملوا يدينا في هذه المرحله هذه باش نجمعوا العجينه ديالنا. غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع العجين بيديا بهذه الطريقه هذه. وعينكم ميزانكم، يعني العجين ما خصوش يكون قاصح وفي نفس الوقت ما خصوش يكون رطيب بزاف. اذا درتوا العجينه رطيبه مع فيها الزبده فغادي تسيح لكم في الفران، واذا درتوها قاصحه فغادي تجيكم الحلوه قاصحه في الاخير. لاحظوا معايا هنايا القوام ديال العجينه كتكون عجينه رطيبه ومتماسكه، يعني شاده راسها. هادشي اللي تبقى ليا من 500 غرام ديال الدقيق، خدات ليا تقريبا 400 غرام. دابا غادي ناخذوا العجينه ديالنا نقسموها على جوج ونديروها فوق ورق الزبده. من الفوق درت بلاستيك غذائي باش ما تلصقش ليا في الدلاك. غادي نبسطوها واحد شويه، هنايا ما نبسطوهاش بزاف، هي كتجي شويه غليظه كيف ما كتلاحظوا معايا. السمك ديالها كيكون شويه غليظ على العجينه ديال الصابليه. صافي وغادي نطبعوها يا اما بالطابع اولا بالكاس كيف ما غادي ندير انا. بالنسبه للسمك ديال الهلال فانتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتوه يجي رقيق اولا غليظ. هذه هي الحلوه ديالنا. دابا مباشره غادي نوضعوها في اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران، غادي نفرشوا ليها ورق الزبده ونستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو من كل كميه العجين اللي عندنا. ودابا بعد ما سالينا من تشكيل الحلوه غادي ندهنوا الوجه ديالها بالبيض. عندي هنايا بيضه كامله غادي ندهن بها الوجه ديال الحلوه بهاد الطريقه هذه. وغادي نزينها من الفوق، ممكن تزينوها بجنجلان اولا بلوز مهرمش. انا غادي نزينها بلوز افيليه بهذا الشكل هذا. صافي مباشره غادي ندخلوها للفران على 180 درجه، غادي نشعلوا له من الفوق ومن التحت، كنخليوها حتى كتحمر لينا. وهذه هي النتيجه النهائيه لحلوه الهلال بالكاوكاو. كتجي رائعه جدا في الشكل ديالها، هشيشه وبنينه. بالنسبه للمكونات ديالها فكيف ما شفتوا معايا مكونات اقتصاديه في متناول الجميع،
طريقة التحضير ديالها سهلة بسيطة، ما احتاجيناش فيها المرشم أو الطابع أصلا، والنتيجة واضحة جدا، كتجي رائعة. ممكن توجدوها للعيد أو لا في الأيامات العادية كدوز أتاي. وبالنسبة للناس اللي ما عزيزش عليهم المذاق ديال الكاوكاو، فممكن تعوضوا الكاوكاو باللوز، غتجي رائعة جدا كذلك باللوز. وهكذا أخواتي غادي نكون وصلنا لنهاية فيديو وصفة اليوم، اللي كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. فما تبخلوش عليا باللايك وتعليق، وإذا كان عندكم استفسار أو ملاحظة خليوها لي أسفل الفيديو في التعليقات. إذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة فتفضلي واشتركي معنا في القناة باش تبقاي دائما توصلي بجديد الوصفات ديالي إن شاء الله. وإلى وصفة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.